معايا ومعاكم النهارده هننزل بفيديو سهل وسريع وبسيط جدا على قناتي ايمي والعائله. عايزه اقول لكم 3 خلطات احلى من بعض جمال جدا. هيفوتك الفيديو لو ما اتفرجتيش عليه. يلا بينا نشوف البطاطس بال3 خلطات اللي احنا هنعملهم احلى من بعض واجمل من بعض. بما ان بقى خلاص احنا قربنا على شهر رمضان وابتدى السحور بقى، وعايزين ننوع كده في السحور واكلات السحور. يلا بينا شوفي كده وتابعي معايا الفيديو ده. قبل ما نبدأ بقى في الفيديو ونشوف الطريقة ونشوف ال3 خلطات الجمال اللي عايزة اقول لكم اجمل من بعض ال3. لو انت اول مرة تزوريني على قناتي يا ريت تعملي اشتراك ولايك للفيديو، ولو انت من حبايبي المشتركين في القناة ادعموا الفيديو بلايك لانه فيديو جميل على قد ما هو سهل وسريع بس جميل جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم قبل ما نبدا ان انا بحبكم كتير كتير. يلا بينا بقى نشوف المقادير وننزل بالطريقه بتاعتنا. المقادير عندنا هو البطاطس. طبعا هي البطاطس بتاعتنا هي البطل بتاع الفيديو بتاع النهارده، والطريقه هتكون ال3 خلطات. فيلا بينا نبدا كده. طبعا انا عندي هنا كميه البطاطس على قد افراد اسرتك. حابه ان انت بقى تسلقيها بقشرها زي ما انا عامله في كميه كده عادي جدا. حابه ان انت تقشريها وتسلقيها برضو عادي جدا. اللي متاح عندك وبتستريحي فيه نفذيه. خلاص كده انا عملت لكم نوعين اهو. قشرت شويه وحطيت شويه بقشرهم مسلوقين. يلا بينا بقى نشوف. الطريقة الأولانية هتكون معايا كالآتي. أنا هنا دي كل الكمية اللي أنا عملتها في البطاطس. فبصوا بقى عشان أنا فرد فسامحوني أنا هعمل لكم يعني أعملها لكم على 3 أجزاء. هاخد هنا الجزء الاولاني طبعا في صينيه كده وانزل بصوابع البطاطس او ايا كان بقى التقطيعه اللي انت مقطعاها، ورشه ملح عليها رشه بابريكا مدخنه. عايزه اقول لكم البابريكا المدخنه دي بتودي الوصفه في حته تانية، وعليها حوالي معلقه واحده من الزيت. وهقلبها تقليبه كويسه كده واخدها على الشوايه. وكده يبقى وفرنا الزيت جامد جدا. وعايزه اقول لكم بقى طعمها خطير. يبقى اول حاجه عملناها رشينا رشه ملح رشه فلفل اسمر، حبه بابريكا مدخنين يجي حوالي ربع معلقه كده ومعلقه زيت وندخلها في تحت الشوايه. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه التانية بقى تعالي بينا. دي اللي انت هتحتاجي بقى فيها زيت. بصوا بقى انا عندي هنا كوبايه من الدقيق عليها رشه ملح، وهنزل عليها كده بربع معلقه صغيره من الكركم، ومعاها كمان ربع معلقه من الثوم البودر. وهقلب كده التقليبه كويسه بس كده. لا تعالوا شوفوا بقى بقيه الخلطه. عايزه اقول لكم الخلطه دي جميله جدا بستخدمها في حاجات كتير. وهننزل هنا برشة فلفل أسمر وعليها نص معلقة أو ربع معلقة من الهريسة، ودي اختياري. لو مش حابة إن انت تحطيها ما تحطهاش. انزلي بقى بالمية وقلبي كل المكونات بتاعتك دي لحد ما تدينا القوام المناسب. وخلي بالك من المية عشان ما تبقاش الخلطة بتاعتك خفيفة. احنا عايزينها لا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، تبقى في الوسط كده. بس كده هي بقت معايا كده تمام التمام. جاهزة على ان احنا نحط البطاطس. بصوا بقى السمك بتاعها بيكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا خفيف ولا تقيل. الخلطة دي انا عايزة اقول لكم روعة جميلة جدا. في القرنبيط بستخدمها، في البانيه بستخدمها، في البطاطس بستخدمها، في حاجات كتير. تابعيني وهتشوفي الخلطة دي هندخل فيها اكلات كتير هتعجبك الايام اللي جاية باذن الله. هننزل بقى بالبطاطس ايا كان صوابع دوائر زي ما انت عايزة او زي ما انت مقطعاه. هنشبعها في الخلطة كده تماما. وهننزل بقى في زيت سخن زي ما انتوا شايفين كده. وتخلي بالك منها عشان هي مش بتاخد كتير. بصوا بقى انا عايزة اقول لكم على حاجة بالامانة كده. وانا بطبق الخلطة التانية انا كنت مستعجلة جدا، فالخلطة بتاعتي كانت عايزة كمان حوالي معلقة من الدقيق.
عشان زي ما انتوا شايفين كده وانا بحطها، شايفين الاشكال الهندسية اللي هي في الزيت دي بتبقى الخلطة بتاعتنا خفيفة. فعشان نظبط القوام لازم ننزل ببطاطساية كده، لقينا بيطلع منها اشكال هندسية يبقى الخلطة بتاعتنا خفيفة. فعشان طبعا نظبط القوام لازم كده تنزلي ببطاطساية واحدة، لقيت الدنيا خلاص تمام يبقى نكمل بقية البطاطس. بصوا بقى دي الخلطة الأولانية اللي احنا عملناها، عايزة أقول لكم ريحة وطعم روعة وقرمشة فوق ده كله مع إنها معلقة زيت واحدة. بصوا بقى تعالوا للخلطة التالتة. أنا مش عارفة التليفون بتاعي فيه إيه، ما بدأش تسجيل الخلطة التالتة من أولها. المهم بصوا انا خدت الصينيه اللي احنا عملنا فيها الخلطه الاولانيه، نزلت فيها كمان بمعلقه من الزيت، وخدت عليها كمان معلقه من خلطه البتنجان المشوي، ونزلت بقى بكميه البطاطس اللي انت عايزاها وقلبتها، وده بيكون شكلها بس كده. دول التلات خلطات اجمل واروع من بعض، وعايزه اقول لكم التلاتة احلى من بعض واطعم من بعض. اتمنى ان انتوا تطبقوا الفيديو وتعملوهم بجد بجد خلطات روعة. عملنا البطاطس خلاص بالثلاث خلطات اللي مختلفين عن بعض واطعم من بعض الثلاثة. فاضل لنا تركة واحدة بسيطة بس، وعادي جدا لو ما انتش عايزة ان انت تعمليها، بس بتضيف اضافة جميلة جدا. وهي ايه؟ عندك خلطة البطاطس دي او اللي هي التتبيلة بتاعة البطاطس، انزلي بقى على كل نوع من الانواع برشة من طبعا تتبيلة البطاطس. عايزة اقول لكم بتضيف اضافة جميلة، وبكده يكون البطاطس اكتملت معانا الطعم. عايزه اقول لكم 3 انواع من البطاطس بجد بجد طعمهم جميل جدا، تحسي كده ان انت مش بتاكلي بطاطس خالص، بتحسي ان انت بتاكلي حاجه تانية. يلا طبقي الفيديو ده واعمليه وقولي لي ايه رايك فيه. بجد وصفات سهله وسريعه وبسيطه جدا. ومعايا هتتابعوني على قناتي ايمي والعائله، هتلاقي كل وصفاتي جديده، وهنزل لكم بحاجات جميله جدا اول مره تشوفوها على اليوتيوب. فتابعوني كده، واللي ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك ولايك للفيديو يا احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناه ايمي والعائله. بحبكم كتير كتير في الله. يلا بقى الفيديو خلاص بتاعي خلاص خلص، اسيبكم بخير واشوفكم بخير باذن الله، على امل ان القاكم في فيديو قادم. لكم مني احلى تحيه واحلى سلام. سلام.